مباشرة بعد اللقاءات الأولى التي تم عقدها بمقر وزارة الداخلية ابتداء من يوم 8 يوليو 2020. وافت مختلف الأحزاب السياسية وزارة الداخلية باقتراحاتها وملاحظاتها المتعلقة بالإصلاحات والتعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية. وتبعا لذلك تم عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادات الهيئة السياسية خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت وزارة الداخلية خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها، والعمل على التقريب بينها قدر الإمكان بالنظر للتباين والتضارب الكبير الذي طغى على بعضها، مما مكن في نهاية المطاف من التوافق حول عدد هام من الاقتراحات، بعضها تم إدراجه في مشاريع النصوص المعروضة على أنظار لجنتكم الموقرة. نعطي فرصة للسيد الوزير يجاوب على هاتف مهم ومن بعد يكمل. ملاحظة الإخوان في انتظار رجوع السيد الوزير. احنا الآن قربنا نخرجوا على نورم كوفيد في هذه القاعة. دابا كاينه 60 نائب برلماني وما يزيد على 60 ما بين الأطر والصحافة وهذا. ولهذا بعد الاجتماع اليوم خصنا نديروا واحد الجلسة باش السادة رؤساء الفرق يعني نحاولوا نحافظوا على التمثيليه ديال الاغلبيه ديال البرلمانيين، يعني بنفس العدد. الا كانوا اكثر من اعداد الممثلين داخل الفريق يديروا التناوب بيناتهم السيد الرئيس ومع المديرين ديال الفرق باش يكون العدد محدد. وشكرا. تيكمل السيد الوزير. العفو. أعود وأقول وتبعا لذلك تم عقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية،